مبروك لأخونا محمد عبد الباسط، كسب معانا من تعليقات آخر فيديو. وانت ممكن تكون الكسبان الجاي لو شاركت في المسابقة. كل اللي عليك تجاوب في الكومنتات: ماتشات النهاردة في أي دوري؟ ده سؤال المسابقة الفيديو النهاردة. وعشان فرصتك تكبر، سجل على ميل بات باستخدام برومو كود جودا 123. وما تنساش اللايك، هو اللي بيشجعنا نكمل ونزود الجوائز. يلا استنوا توقعاتنا النهاردة جامدة موت. وتابعوا التليجرام، أساس شغلنا كله التليجرام. يلا بسرعة لمحة سريعة أو ريفيو عن شغلنا. آخر فيديو كنا دخلنا 3 ماتشات، كسبنا في 2 وخسرنا 1. أول ماتش كان بين أونيفرسيداد دي تشيلي وكواراني وخلص 5-0، وكنت مختارة فرصة مزدوجة، يعني يفوز يا تعادل، فالمكسب كان مضمون. الماتش التاني كان بين أسبانيا سيدات وسويسرا سيدات، والتوقع كان على إن المجموع يكون أكتر من هدف ونص، وفعلا جابوا جولين وكسبت. بس التالت هو اللي خسرت فيه، كان بين داليان وكوانغ دونغ، والنتيجة كانت تعادل، بس أنا كنت مختارة فوز كوانغ دونغ مش فرصة مزدوجة، فخسرت مع أن التوقع كان قريب. الدرس هنا إني لازم نركز كويس في نوع الرهان، مش بس في نتيجة الماتش، علشان ما تتحطش في نفس الموقف ده تاني. يلا بينا أول ماتش. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك يا برنس. يوم الحد 20 يوليو. بص يا كبير، الماتش ده شبه واحد جاي يتخانق في الحارة ومعاه صحابه وعضلاته، وسايب أودينزي داخل لوحده لابس شبشب بصباع. يعني لو الماتش ده مش رايح ناحية ميتيولاند، يبقى احنا في فيلم خيال علمي، لأن ميتيولاند فريق تقيل وعلى أرضه وعنده لعيبة بتخلص الماتش في أول تلت ساعة. أما أودينزي شكله جاي يخلص الماتش بأقل خسائر ويرجع البيت بأسرع ما يمكن. فلو حد سألني أتوقع إيه، أقولك ميتيولاند هيكسب، وهيكسب وهو بيشرب شاي كمان. أودينزي لو خرج بنقطة هيبقى إنجاز قومي يدخل بيه موسوعة جينيس للنجاة من المعارك الكروية. هندخل فرصة مزدوجة، فوز أو تعادل ميتيولاند. الكود على ملبت CGLR2. ما تنساش لو حابب تنضم لفريقنا، البرومو كود أو الرمز غودة 123. انت متخيل فريق طالع من الدرجة الأولى لسه بيشم ريحة الممتاز هيقف قدام نورتشيلاند اللي داخل الدوري وهو بيقول أنا جاي أخد 3 نقط وأخلص بدري؟ فريدريتشا جاي يعمل اللي عليه ويدعي ربنا. النتيجة ما تفضحوش، بس نورتشيلاند مش بيهزر، وعنده فرقة سريعة وبتعرف تضرب في أي لحظة. يعني من الآخر الماتش ده شبه واحد رايح يلعب شطرنج مع روبوت وبيقول يا رب ما يتهزقش. فلو بتسألني أتوقع إيه، أقولك نورتشيلاند هيكسب يا إما 2-0 يا إما 2-1. بس فريدريتش هيكسب؟ لأ، دي تبقى من كرامات الكورة، وساعتها نعمله تمثال في وسط الملعب. هندخل على حدث فوز أو تعادل نورتشيلاند. الكود على ملبت DG3R2. بص يا كبير، فيلي داخل الماتش زي العيل اللي لسه طالع من حضانة وداخل يلعب كورة مع ثانوي، يعني أكيد في فرق في المستوى. راندرز بقاله سنين في الدوري وعارف كل تفصيلة في الملعب، أما فيلي لسه بيسأل الحكم الكورة دي بتتشاط منين. فبالعقل كده لو حد هيكسب يبقى راندرز، ولو الدنيا قررت تبقى طيبة تبقى تعادل. بس فيلي يكسب ده محتاج معجزة ومعاها واسطة كمان. فلو عايز توقع يمشي مع دماغك، توقع إن راندرز هيكسب، أو على الأقل الماتش يخلص بالحبايب. وسلامي لكل واحد بيفهمها وهي طايرة وبيحط توقعه بدماغ مش بالقلب، ومش بيجري ورا المفاجآت اللي بتكسر القلب قبل الجيب. طيب هندخل يا شباب على فرصة مزدوجة بفوز أو تعادل راندرز. الكود على ملبت يا بشوات 3SZ62.